التقينا بالفنانة رجاء اليوسف بكواليس تصوير مسلسل حب مخبى في سكاي ستارز، وخبرتنا عن دورها. أول شيء أهلا وسهلا فيك وشكرا على هالمقدمة الحلوة اللطيفة. تاني شغلة أنا مشاركة بالعمل ضيفة، بتكون بنتي بتحبه لويليام وبدها تتزوجه. ما رح أحكي كثير عن الدور مشان ما نحرقه. عرفت كيف؟ أنا أم العروس يلي بيتم زواجها على ويليام، والأحداث حلوة كثير بتدور، وفي يعني بعض الأكشن، بعض الكوميديا، بعض الشغلات الحلوة يلي ممكن الجمهور يتابعها ويحبها كثير. وأخذنا رأيها بتغيير مركز التصوير المعتاد يلي هو دمشق، وتجربة التصوير بمحافظات تانية. هلا هذا شيء حلو، شيء ظريف كثير انك انت تطلع تصور بمدينه حمص، بحلب، باي منطقه إن كانت، توسع درامي اكثر تعريف للمناطق بسوريا الحلوه الجميله. يعني حمص بلد حلوه كثير، جميله جدا بشعبها، باجواءها، بناسها، بطيبتهم، باصالتهم. كثير انطباع حلو انه الانسان يطلع يتعرف على المناطق كلياتها وعلى شعبها وناسها، وتجربه حلوه. عاد بيكون في كذا مجال، كذا محل انك انت تطلع وتقدم فيه. سألناها عن رأيها بالمسلسلات يلي حلقاتها قصيرة، وهل الأعمال القصيرة هي أفضل من الطويلة؟ هلا ما بدك تقول أنت أفضل، لأنه العمل الدرامي الطويل اللي فيه قصة مثل هلا 30 حلقة عم بيعرض قصص كثيرة متشابكة مع بعضها، عم نتابعها نحن ومحضرها. هي الأعمال اللي بتبقى مدتها 10 دقائق أو 5 دقائق، تنويع للدراما، تنويع بالكوميديا، تنويع بكل شيء عمالي بيتقدم. يعني فيك تقول شيء حلو انه صفى الناس حابه تتفرج على شغلات ما تمل منها، تتابع، تشوف شغلات حلوه، كوميديا، اجتماعي، النمط اللي نحن عايشين فيه. بالعكس انا بشجعهم، وهذا شيء كثير كثير حلو، وبتمنى انه تزداد. يعني بشهر رمضان المبارك نحن على طول بنشوف اعمال دراميه طويله، بس كمان بشهر رمضان بتشوف كاميرا خفيه، بتشوف مشاهد حلوه كثير، كوميديا حلوه خفيفه. المواطن او المشاهد بينبسط لانه شايف الوضع اللي عم نمرق فيه والحياه اللي عم نمر فيها. الانسان تعب جسديا وعقليا وكل شيء، حتى ماديا الجيبه فينا نقول تعبانين فيها كثير. يعني هذا شيء حلو، أنا بشجع هالشيء هذا. وخبرت الجمهور عن الأعمال يلي مشاركة فيها يلي رح تنعرض بشهر رمضان المبارك. أولاً أنا جمهوري بحبه كثير وبوجه له تحية، وبقول لهم إن شاء الله على طول هيك بالنجاح بالتألق بحياتهم. أنا آسفة بس يعني مرشحة. أنا عندي هلأ في مشاركة بمسلسل مربى العز للمخرجة العظيمة الخلوقة رشا شربجي، مشاركة فيه ضيفة شرف. وعندي بدبي عندي فيلم، وعندي سباعية، وفي مسلسل 30 حلقة ما رح أحكي عليهم هلأ لحتى باشر فيهم إن شاء الله. وأخيراً اختتمت حديثها برسالة شكر لجمهور وسكان مدينة حمص. أنا بقول لجمهور حمص دخيل ربه، شعب متفهم، شعب حضاري، شعب كريم. أنا بحبهم كثير، وخصوصي إنه جوزي من حمص لذلك أنا كثير بحبهم، بحترمهم، لأن هن الناس محترمين وبيقدروا الفن والفنانين، وعم بيساعدونا كثير بأثناء التصوير، عم بيتضامنوا معنا بكل شيء، عم بيتضامنوا. بوجه لهم تحية، بتمنى لهم السعادة والفرح، والله يديم هالبلد ويديم عزهم ويديم المحبة بيننا وبينهم، ويديم سوريا بكل محافظاتها.